كل مرة بفتكر فيها ان شر البني ادمين خف او انتهى يحصل موقف يثبتوا لي العكس. الكلاب الصغيرة دي حد جه رماهم عندنا قصاد العمارة، هي دي مشكلة لوحدها، بس عارفين المشكلة الأكبر ايه؟ ان دي مامتهم. يعني هو اللي عمل كده ما كفاهوش ان هو خد الجراوي من مامتهم وحطهم في منطقة تانية رماهم فيها، هو كمان سحل الأم، ربطها من رجليها وجرها وراه، الله أعلم بقى بالعربية ولا سحلها وراه ازاي. المهم ان ده بقى منظرها في الآخر بالجروح دي لغاية ما ماتت، وياريته بعد كل ده دفنها. يعني هو كتر خيره ان هو ما أذاش الجراوي وسابهم عايشين عادي. المشكلة ان دي مش اول مرة حد يعمل كده عندنا في المنطقة، كل كام شهر حد يجيب لنا جراوي زي دول ويرميهم عندنا. أزمتي الكبيرة في الحياة إن أنا اشتغلت سنين كتيرة وبذلت مجهود كبير علشان الحيوانات اللي عندنا في المنطقة يبقوا متعقمين ومتطعمين وعددهم ثابت. فاللي بيحصل بقى إنه مش بس الحيوانات اللي عندنا بتزيد وبتبوظ الكنترول اللي احنا عملناه، أنا الناس بقى اللي عندي اللي بتشتكي من الكلاب بيرجعوا يشتكوا تاني لأنهم فجأة بيلاقوا إن العدد زاد. قبل كده حد كتب لي كومنت بيقول لي انت ما طلعتيش بتحبي الكلاب زي ما انت مفهمان عشان انت مش عايزه حد يجيب لك كلاب تاني. لا، ما هو معلش، يعني فين المنطق؟ فين الدماغ؟ الكلاب دي لما بيحصل لها اي مصيبه مين اول حد بيروح يلحقها؟ مش بكترهم ولا بعددهم. انا لو عليا عايزه افضل عايشه وسط حيوانات، بس هو على قد مقدرتي على رعايتهم وان انا اكفيهم احتياجاتهم وان هم يبقوا عايشين في الشارع في امان من غير ما البشر يأذوهم. لو كل شخص اهتم بالكلاب اللي تحت بيته وعقمها وطعمها، المشاكل كلها هتتحل. لكن اللي كل شويه يعمل كده واللي عمل كده، حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي اللي زيك.